حيا الله المتابعين حبايب القلب. اليوم بكشف لكم حقيقة بيشو ودحان، الدراما اللي فيهم. أنا بفهمكم كيف. دحان نزل فيديو إنه خرج من كلان بيشو تصاحوا بيشو. هذه غريبة، ما صدقت إنه هكذا، لأنه دحان عنده بيشو يعني حباب من زمان. أنا ما صدقت. أول شي قلت هذه دراما، إن بيشو شي يوصل 100,000 عشان يفعل هذه الدراما بينه وبين دحان ويوصل 100,000، لأنه ما مشتركينه يزيدوا بطيء. وانا الان بفهمكم كيف كشفت انه دراما، وانتم شوفوا الدراما اللي فيهم. شوفوا. ولك يلا حيو يلا حيو بالشباب، منورين حبايب القلب. مثل ما تشوفوا طبعا يا شباب، طلعت من كلان عنوان والسبب بيشو عارف. ورسالتي شوفوا هنا لما طلع من كلان بيشو، قال انه طلع من كلان بيشو وانه تصاحوا بيشو. وهنا عام 2023 7/29، ركزوا على التاريخ 7/29. ولو ما نشر بين الروم بين بيشو، شوفوا عام كام. شوفوا بعد ما نزل دحان فيديو انه هزم بيشو 5-0، وبيشو نزل عليه رد انه قال ان دحان ما كملش الروم والنتيجة، وبيشو رجع بالنهاية نتيجة لصالحه. شوفوا بس التاريخ هنا كم، الروم تاريخ الروم كم. حق دحان عام 2023 7/29، وحق بيشو الروم عام 2023 7/31. يعني رجعوا بعد الفيديو اللي نشره دحان انه خرج من كلان بيشو بعد يوم اللي لعبوا روم عشان الدراما، عشان بيشو يوصل 100,000. فهمتوا؟ أزيد أوضح للي ما فهموش إيش قصدي. ببقي تبدي لك في كل جيم، في كل روم، في كل أي شي تلعب مستودع، أي شي تبدي لك التاريخ كم، تاريخ الروم اللي لعبت فيه كم. 2000 هنا حق دحان لو ما خرج من كلان بيشو 2023 7/29، ركزوا. ولو ما لعبوا الروم 2023 7/31. يعني بعد ما دحان خرج من كلان بيشو 2023 7/29، رجعوا لعبوا الروم بعد يومين 2023 7/31، بعد يومين لعبوا الروم وفعلوا هذه الدراما عشان بيشو يوصل 100,000. مش قادر يوصل 100,000 إلا يعني فكر بهذه الفكرة بالدراما، لأنه كان بأيام الهياط مع قويتي اشتهر. هو الآن فكر إنه بيشتهر بيجيب 100,000 خلال أسبوع، عشان لأنه بطيء مشتركين يزيدوا. فهمتوا؟ وأنا اللي فهمته إن بيشو كان يشي يوصل 100,000 بهذه الدراما وهذه الحاجات، وكان يشي يحاول يفضح ستيفن إن الروم فبركة، يخلي دحان يروح لعند ستيفن ويقول إنه خرج من كلان بيشو وهم شي، ويقول إنه الروم فبركة. يعني فهمتوا كيف؟ يعني بيشو يشوف على هذه الحاجات. والله دحان نزل آخر فيديو إنه مش ضد بيشو، إنه مع بيشو. يعني قادوا شي يتصالحوا بيشو، يعني شو خلاص يبطلوا الدراما. أول ما يوصل بيشو 100,000 بتشوفوا أول ما يرجع دحان بيرجع لبيشو. أذكركم بس إنه الدحان بيرجع لبيشو أول ما يوصل 100,000. وكل مقاطعك على بيشو، ولولا بيشو ان احنا ما عرفناك. يا هين يا كلب المشاهدات يعني يا ابن مثل ما قلت لكم بالفيديو الأخير، قضوا خلاص من طرف بيشو. يعني كان بالبداية من عدو بيشو، الآن بيشو قرب على 100,000، خلاص بيرجع لبيشو. بتشوفوا إذا ما رجع له. بس أنا حابب كنت يعني أوضح لكم بس الدراما اللي فيهم، اللي مش فاهم الدراما اللي فيهم. حتى بيشو أكثر فيديوهاته دراما، حتى الرومات دراما، كل شي دراما فيه.